السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. منتخب مصر يحقق المفاجأة ويفوز على بلجيكا بنتيجة 2-1 بهدفي تريزيجيه ومصطفى محمد في المباراة الودية التي أقيمت في الكويت. هذا الفوز هو الرابع للمنتخب الوطني على بلجيكا من مجموع 5 مواجهات بين المنتخبين. محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وبلجيكا. مصر تقفز 5 مراكز في تصنيف فيفا بعد الفوز ضد بلجيكا المصنف الثاني على العالم. محمد صلاح يهدي جائزة رجل مباراة مصر وبلجيكا إلى تريزيجيه ويرى أنه الأفضل خلال المباراة. حازم إمام بعد فوز المنتخب على بلجيكا: اختيار مدرب المنتخب مش عشوائي، أنا اخترت فيتوريا عشان بيلعب كرة هجومية وبيبني الهجمة من تحت. النهاردة رغم وجود دي بروين ووحوش في الملعب احنا بنبني هجمة وبنوصل للمرمى ونقدر نسجل. فحوصات طبية تنتظر حمدي فتحي في الأهلي بعد العودة مع بعثة المنتخب للإطمئنان عليه قبل مشاركته في التدريبات. كولر يوعد جميع لاعبي الأهلي البدلاء بمنحهم الفرصة في المشاركة خلال الفترة القادمة، ويؤكد للجميع أن الموسم في بداياته والمشوار ما زال طويل والفريق سيحتاج لجهد الجميع. مارسيل كولر يشيد بأداء مصطفى سعد ومحمد أشرف مع المنتخب الأولمبي، ويؤكد أن الثنائي سيكون له دور كبير مع الفريق هذا الموسم. سيد عبد الحفيظ يكافئ لاعبي الأهلي بعزومة غداء على نفقته تقديرا للمستويات الجيدة خلال التدريبات. محمود متولي يبدأ في تدريبات الجري حول الملعب بعد تحسن حالته ويقترب جدا من العودة للتدريبات الجماعية مع الأهلي. تدريبات خاصة لمدافعي الأهلي اليوم والتركيز على كيفية الخروج بالكرة. أحمد شوبير ينفي وجود أي مفاوضات للزمالك مع زياد طارق لاعب النادي الأهلي لضمه خلال انتقالات يناير. أحمد سامي: كولر مدرب رائع ومميز تكتيكيا وعمل في دفاع الأهلي اللي مفيش مدرب تاني قدر يعمله. بعد الهزيمة أمام مصر، روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا: كنا نريد اللعب أمام منتخب أفريقي لأن المغرب معنا في مجموعة المونديال وقد بحثنا مدرسة مختلفة عن أوروبا، ومنتخب مصر منتخب مميز ويمتلك الجودة ولديه مدرب أوروبي وهي فرصة جيدة للاستعداد لكأس العالم. أحمد شوبير: بداية العودة إلى الطريق الصحيح إن شاء الله بعد الفوز على بلجيكا في انتظار مباريات أكبر ومستوى أفضل فيما هو قادم. تريزيجيه بعد الفوز على بلجيكا: واجهنا ثاني العالم في التصنيف ولا بد من احترام لاعبي منتخب مصر لأننا إذا حصلنا على فرصة سنكون أفضل من لاعبي بلجيكا. طبيب الزمالك محمد عبد الغني تعافى من الإصابة بشكل تام وسيشارك في التدريبات الجماعية ابتداء من منتصف الأسبوع الحالي. كراسكو في تصريحات بعد مواجهة أكرم توفيق: يجب أن نحيي الظهير الأيمن لمنتخب مصر، إنه حقا لاعب مميز وأعتقد من العدل أن نراه قريبا في أحد الأندية الأوروبية الكبيرة. تيبو كوردوا حارس مرمى منتخب بلجيكا: علينا أن نتعلم الدرس ولكن لا ننسى أنها مباراة ودية، نحتاج فقط لتصحيح بعض الأخطاء وإذا لم نلعب بشكل أفضل في المونديال فسيتم إقصاؤنا مبكرا من دور المجموعات. تحرك قانوني من مانشستر يونايتد من أجل إلغاء عقد رونالدو دون دفع بقية مستحقاته البالغة 16 مليون جنيه استرليني. قطر تحظر الخمور نهائيا في ملاعب كأس العالم. انتهت أخبارنا. لو لسه مشتركتش في القناة اشترك علشان توصلك كل أخبارنا وفيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.